الشيخ كمال القمازي، هو كان معنا في الحبس وهما كسروا له دار ودخلوا له الدار تاعو. هذه دولة؟ هذا هو اللي جاب لنا العنف، هذا هو اللي ولا جاب العنف ويزيد يجيب اكثر. زيد دير قوانين مثل هذه ما تدرس. علاه قال لك هذا قانون الجمهورية. رئيس الجمهورية أنا ما نعرفش، قد يكون زمومون يقولوا باللي ما عندوش مرأة ما عندوش دراري. يقولوا هذا اللي ما عندوش مرأة وين يعرف الأسرة كيف دايرة؟ وين يعرف الدراري واش يحتاجوا ما يحتاجوش؟ ما يقوليش عندي ولاد خوه وعندي ولاد لا، اولادك انت مش كيف كبدك عندك احساس نحوهم. هذو الناس يشرعوا، الناس اللي كانوا ربما ما عندهم نساء ما عندهم اسر ولاو يشرعوا ماذا؟ يشرعوا للشعب كما الرئيس. ولذلك انا نقول الشريعه الاسلاميه لا تؤخذ بالتشهي والانتقاء يا وزير العدل. نعم انا عارف اللي راك وزير عدل، وممكن يقولوا لي راك سبيت وزير العدل وتدخل للحبس. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا، لاننا رانا كنا في حبس. راكم انتم الان غدوه نهار يخرج القوانين، المراه اللي تحب تشيري راجلها دخلوا الحبس، ما يجيب لهاش البطاقه دخلوا الحبس، ما يجيب لهاش الشوربه دخلوا الحبس، والمراه اللي ما يعجبهاش راجل في الزنقه تبلح عليه وتشاهد عليه جوج بنات ولا ثلاثه بنات، قال شادوا في ربيع ويدخلوا الحبس. هذه قوانين هذه. احنا ماناش نقولوا احقروا المرأة. بعض الناس ربما يقول لك يتكلموا كيما هكذا، يقول لك احنا لا، احنا مسلمين. المسلم لا يحتقر امرأة، لا أما ولا أختا ولا زوجة ولا عمة ولا خالة. احنا الآن نتكلم عن المسلم.